مساء الخير وحلقة جديدة في الكرة مع عاكف. النهاردة عندنا مواضيع كتيرة عايزين نتكلم فيها، وبرضو في آخر الحلقة إن شاء الله هنوه عن مسابقة الدوري المصري. نخش على طول بأول حاجة عايزين نتكلم فيها النهاردة، وكانت مثارة في اليومين اللي فاتوا، وهو موضوع أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك. طيب قبل ما اتكلم في الموضوع ده، بس عايز الناس، لو انت هتدافع عن احمد فتوح علشان خاطر انتمائك زملكاوي، فانت بتدافع عنه من المنطلق ده، يعني ارجوك تراجع نفسك وتراجع حساباتك، آه، وما تدافعش عن الباطل. واحمد فتوح لو عمل نفس اللي عمله ده وهو بيلعب في الاهلي، هنرد وهنتكلم عليه بنفس الطريقة، وهنقول كل اللي هنقوله إن شاء الله دلوقتي. هخش على طول أحمد فتوح. هل أحمد فتوح ما تعلمش من الدروس اللي خدها قبل كده؟ يعني هل في واحد يمر بالظروف اللي هو مر بيها دي وما يتعلمش ولا يتعظ من الحاجات اللي حصلت له؟ طبعا. بالنسبة للجرم اللي عمله أحمد فتوح والعقاب اللي خده، ما يجيش اي حاجة بالنسبة للخطأ الكبير اللي هو عمله. ومش خطأ ده، يعني تهور واستهتار بأرواح الناس، اللي خلاه يسوق عربيته وهو واخد مخدرات، ويدوس أب رب أسرة، إن هو يعني فقد حياته بسبب استهتار وتهور أحمد فتوح. وفي النهاية طبعا أحمد فتوح طلع منها، قضى شهرين في السجن. وبعد كده طلع طبعا لأنه دفع دية، ولأن برضو القانون ما اتطبقش عليه بالشكل المظبوط، لأنه نجم ومعروف، وفيه طبعا محامين كبار سندوه وناس كبيرة سندته. أحمد فتوح لو كان عمل الخطأ اللي عمله ده في أي مكان في العالم، يعني لو أمريكا مثلا أو أوروبا أو البلاد دي، العقوبة كانت بتاعته هتبقى يعني فوق ال 15 سنة وانت طالع. هتقولي بس ده قتل خطأ. لا، في حالة السكر أو إن هو واخد مخدرات ويدوس حد، بيتم عقابه بالقتل العمد. ومفيش بقى موضوع الدية والكلام اللي احنا شفناه حصل مع أحمد فتوح. وده اللي هياخدني هربطه طبعا بقصة تانية هحكيها لكم. كان في قصة طبعا دي حقيقية وحصلت تقريبا من سنتين ثلاثة، لمواطن مصري أمريكي اسمه جون نخلة. ده كان جراح مخ موجود في أمريكا في ولاية ألاباما، وكان جراح كبير جدا جدا. وقصته على فكرة اتنشرت في الأخبار في أمريكا، وكانت قصة كبيرة جدا، لكن يمكن الناس ما سمعتش عنها في مصر. جون ده عمل ايه؟ ده عمل حاجة أقل من اللي الفتوح عملها. هو كان سايق عربيته وهو سكران، وكان معاه واحدة صاحبته جنبه، وكانوا رايحين يجيبوا حاجات، وكان ماشي بسرعة بعربيته وخبط سور. يعني ما خبطش حد، لا ده خبط سور، والبنت اللي كانت راكبة جنبه ماتت. فتخيل بقى جون ده اتعاقب ازاي، او كان عقابه عامل ازاي من القضاء الامريكي. جون خد 25 سنة في السجن. تخيل بقى لما يكون جراح مخ. الناس اللي ما تعرفش ان الجراحين في امريكا هم اعلى فئة في المجتمع كوظائف بتاخد فلوس. يعني الجراح الامريكي ممكن في السنة يعمل له مليون دولار او مليون ونص دولار في السنة الواحدة، لان طبعا بياخدوا ريسك كبير جدا في العمليات اللي بيعملوها. فزي ما بقول لك، ده جراح كبير ومعروف، وكان بيعمل عمليات مخ، وعمل خطأ ان هو ساق العربية وهو سكران وساقها بسرعة. والبنت اللي جنبه ده ما دس حد زي فتوح، لا، ده البنت اللي كانت راكبة جنبه معاه في العربية ماتت. فاعتبروا ان هو ده قتل مع العمد. علشان كده خد 25 سنة في السجن. طبعا عقوبة قاسية جدا وكبيرة جدا، ولكن هم بيعتبروا ان هو استهتاره هو اللي ادى ان البنت دي تفقد حياتها. علشان كده بقول لكم موضوع فتوح، يعني لو واحد مر بيه التجربة اللي مر بيها فتوح، انا اعتقد ان المفروض الواحد ما ينامش، يعني او ما ينامش مرتاح. ده كابوس هيفضل المفروض
مطاردك طول عمرك. انت ما تحسش بالذنب يا اخي ان انت يتمت بنات ويتمت عيلة؟ هتقول لي دفع ديت ايه؟ هو في حاجة تعوض البنات والعيال عن ابوهم وامهم؟ يعني مفيش، طبعا مفيش الكلام ده. ولا فلوس الدنيا تقدر تعوضهم ان هم يفقدوا ابوهم في مرحلة مهمة زي دي من العمر. فهل فتوح بعد كل اللي عمله ده ما اتعص وبرضه بيعمل نفس المشاكل تاني؟ وطبعا في كان قبل كده مشاكل عملها قبل الحادثة اللي عملها وبعد الحادثة، واحنا كنا لسه بنتكلم في اسبوع في موضوع فتوح ان الموضوع اللي عمله قبل كده ما تعاقبش عليه عقاب قوي. وشوفوا بعد اسبوع يعني سبحان الله كنا لسه بنتكلم في الموضوع من اسبوع بالصدفة، ويجي فتوح بعديها باسبوع يعمل كارثة تانية. هتقول لي الكارثة ان هو راح حفلة؟ لا، لان طبعا كان معاه امام عاشور، ولو امام عاشور مر بنفس التجارب اللي مر بيها فتوح كنا هنتكلم عليه بنفس الطريقة دي. لان في ناس زملكاوية هياخدوا الموضوع ان احنا بنتكلم على فتوح علشان خاطر الانتماء الاهلاوي. طبعا لو فتوح بيلعب في النادي الاهلي وعمل نفس الافعال دي هنتكلم عليه بنفس الطريقة، لان انا بتكلم من الناحية الانسانية دلوقتي ملهاش اي علاقة بالكورة. فزي ما بقول لك ان فتوح بعد كل اللي عمله ده يروح يكذب على مسؤولين نادي الزمالك ويقول لهم ان عمه تعبان ولازم يبقى جنبه. يعني شوف الكارثة. ده انت كمان يعني بتبشر على اهلك ان هم بالعيا، وبتعمل قصة علشان خاطر تسيب المعسكر وتروح تحضر حفلة. فحاجة يعني بصراحة ما شفتش أكتر من كده. يعني أي حد من حقه يروح حفلات، يروح مش عارف إيه، بس أنت بتكذب على شغلك، ده شغلك وعملك، بتكذب عليهم علشان خاطر تروح تحضر حفلة وتسهر وتسافر الساحل. يا راجل ده أنت الحادثة والكارثة اللي عملتها كانت في الساحل، ده أنت المفروض ما تهوبش ناحية الساحل ده تاني. ده أنت ما فيش يعني أنت يعني بجد ما فيش دم. يعني أنت لو سايق عربيتك في الساحل دي او انت راكب مع حد، والمعلومه اللي عندي ان فتوح بيسوق عربيته، ما زال بيسوق عربيته بالرغم ان رخصته اتاخدت منه والمفروض ما يسوقش عربيته، وبرضه بيسوق عربيته. فانت وانت ماشي بالعربيه كده او انت راكب مع حد حتى في العربيه في الساحل ما بتفتكرش الكارثه اللي انت عملتها؟ ضميرك ما بيأنبكش يا اخي وانت ماشي؟ يعني بصراحة أنا بقول لك أنا مش عارف الناس دي بتفكر إزاي. يعني الواحد لو عمل كارثة زي دي هيفضل طول عمره ندمان، وهيفضل طول عمره مش يعني ما يقدرش يسامح نفسه على المصيبة اللي هو عملها. فهو ده كان تعليقي على فتوح، علشان كده ربطته لكم بموضوع طبعا الطبيب الجراح المصري. الحادثة طبعا دي كانت موجودة في الأخبار في أمريكا، واللي عايز يعمل سيرش عليها يعمل على اليوتيوب أو على جوجل، هتلاقي القصة اللي أنا بقولها لك دي حصلت. وبالفعل هو بيقضي مدة العقوبة 25 سنة في السجن. لأن هو زي ما بقول لك في أي بلد بيعتبروا واحد كان سايق عربيته مخمور إنه هو لو قتل حد يعتبر قتل عمد. علشان كده انت يا فتوح كنت محظوظ ان انت عملت الكارثة بتاعتك دي في مصر. لو كنت عملتها في اي دولة قوانينها زي مثلا امريكا او اوروبا والكلام ده، كنت هتلاقي العقاب شديد وما كانش هيبقى قدامك موضوع الدية ده اللي انت قدرت ان انت تخلص بيه نفسك من الموضوع. وهو ده كان تعليقي على موضوع فتوح. واللي عايز بقى يعلق ويهاجم علشان خاطر هو زملكاوي ويدافع عن فتوح في الغلط، دي حاجة ترجع لك انت. ولكن بقى عشان تعرف ان في قرار جوه مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستغناء عن فتوح او بيعه، او كمان اعارته لو في عرض مناسب. ولكن انا بقول لك من دلوقتي مش هتلاقي نادي يغامر ان هو يجيب فتوح يلعب معاه، خصوصا بالسي في. يعني ده يعتبر السي في هو عمله لنفسه، وريبيتيشن سيء جدا 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 لاحمد فتوح. السمعه دي هي بتبقى اهم حاجه للعيبه. شفنا لعيبه كبار في العالم كله مستقبلهم ضاع بسبب السمعه بتاعتهم، وبسبب ان هم عدم الالتزام وشخصيتهم اللي فيها لا مبالاه، زي طبعا احمد فتوح. علشان كده بقول لك من الصعب جدا
ان نادي الزمالك يجي له عرض في احمد فتوح. والمدير الفني كمان لنادي الزمالك عايز ياخد موقف حازم جدا جدا من فتوح. لو كمل في نادي الزمالك السنة دي هتلاقي المدير الفني مش بيعتمد عليه لفترة كبيرة في البداية. هنشوف بقى لأن كل حاجة طبعا بتتغير، ولكن أنا بقول لك الأخبار اللي موجودة دلوقتي جوه نادي الزمالك وطالعة من جوه المسؤولين في نادي الزمالك. هنروح بقى لحاجة تانية. أنا ده خلصت كلامي فتوح. بشوف ان الناس اللي زي احمد فتوح دي مفيش فيها امل. انا اتكلمت في الموضوع من الناحيه الانسانيه، ماليش اي علاقه ده بيلعب في الاهلي بيلعب في الزمالك بيلعب في اي مكان. ولكن الكارثه اللي عملها فتوح المفروض ان انت تكون اتعلمت منها، ولكن للاسف ما اتعلمش. وعلشان كده بقول لك لما يكون واحد حصل له مصيبه بالشكل ده وما اتعلمش منها، اعتبر ان مفيش فيه امل. هنخلص بقى من الموضوع ده، نروح على موضوع وسام ابو علي. وسام ابو علي خلاص احنا اتكلمنا مع نادي في مع ناس في نادي كولومبوس كرو الامريكي. بالتحديد جورج كالاجر ده المدير شؤون اللعيبه اللي موجود في النادي، ورد علينا وقال لنا ان النادي قدم عرض نهائي للنادي الاهلي بقيمه 7 مليون دولار و2 مليون دولار مميزات او بونص. فهنشوف النادي الاهلي في اتجاه بموافقه جوه مجلس اداره النادي الاهلي على العرض الامريكي علشان يخلصوا من صداع وسام ابو علي، خصوصا بعد الطريقه الغير الاحترافيه اللي هو بيعملها هو ووكيله. وكمان رئيس الاتحاد الفلسطيني اللي عمل بيان هزيل، ومش عايز الناس تربط ما بين وسام ابو علي ورئيس الاتحاد الفلسطيني وما بين القضيه الفلسطينيه والفلسطينيين، دي حاجه تانية خالص. وما نقولش ان الفلسطينيين كلهم زي كده والفلسطينيين كلهم بنفس الاسلوب، لا، احنا بنعامل الشخص على فعله وعلى الشخص نفسه. ولكن مسؤول الاتحاد الفلسطيني عمل كارثة لما نزل بيان واتدخل وحسسنا ان وسام ابو علي رايح يحارب في امريكا للقضية الفلسطينية. يعني وسام ابو علي رايح اصلا عشان ياخد الجنسية الامريكية ويقعد في امريكا ويستقر في امريكا، ملوش اي علاقة بالقضية الفلسطينية. فانا ما اعرفش انت بتجيب الكلام ده منين. وسام ابو علي كان طول عمره بيلعب في منتخبات دنمارك على مراحل سنية مختلفة. ولو كان المنتخب الكبير بتاع الدنمارك عمل له استدعاء ولعب ماتش واحد، ما كانش عمره هيشوف المنتخب الفلسطيني اللي النادي الاهلي هو اللي قال له اعمل الباسبور الفلسطيني وعرف المنتخب الفلسطيني بوسام ابو علي. ودلوقتي يطلع واحد ما عندوش اي مسؤولية في الاتحاد الفلسطيني ويهاجم جمهور النادي الاهلي ويهاجم الجمهور المصري على طبعا ان هم زعلانين ومتضايقين من وسام ابو علي. لا، المفروض ان جمهور النادي الاهلي بعد اللي وسام ابو علي عمله يشيل وسام ابو علي فوق دماغه ويفضل يحبه. يعني كلام غير منطقي تماما. وجمهور الاهلي وجمهور الزمالك والجماهير المصريه كلها اي لاعب بيسيبهم وبالخصوص بالشكل ده خلاص بيقلبوا عليه، وما تطلبش من الجمهور ان هو يحبه. طبعا دي حاجه غير منطقيه. فهنشوف في اليومين الجايين زي ما بقول لك العرض هيوصل ل 9 مليون دولار بالبونص، يعني الرقم اللي كان النادي الاهلي عايزه و15% من اعاده البيع. والنادي الاهلي حتى لو وسام كان قعد ما كانش هيلعب وكان هيتجمد الموسم كله. وانا قلت لكم برضو ان مفيش قصه ان وسام ابو علي يهرب، لان كان في ناس بتفتي وبتتكلم في الموضوع ده وتقول لك ان وسام ممكن يهرب، وسام معاه الباسبور الدنماركي والكلام ده كله. قلت لكم ان مفيش دوري كبير في العالم او دوري فيه فرق محترفه هيخاطر بنفسه ان هو يتعاقد مع لاعب ما عندوش يعني عقد لسه مع نادي، او مفيش اتفاق حصل بشكل رسمي مع النادي بتاعه. علشان كده بقول لكم هي دي كن اخبارنا على وسام ابو علي. هنروح بقى لاليو ديانج وامام عاشور. اليو ديانج النادي الاهلي لما بعت للدوري السعودي قال لهم ان اليو ديانج مش للبيع. الراجل مصمم على ان اليو ديانج هو الخط وسط الرئيسي بالنسبه له خلال الموسم، خصوصا بعد الاداء اللي شافه قدام بورتو. وشاف ان هو كان مخطئ لما لعب حمدي فتحي مكان اليو ديانج. علشان كده النادي الاهلي هيقعد اليومين اللي جايين دول مع اليو ديانج علشان يمددوا العقد ويرفعوا عرض او عقد اليو ديانج لمليون و300 الف دولار
من ال 700 ألف دولار اللي كان بياخدهم اليو ديانج. علشان كده هنشوف اليومين اللي جايين إن شاء الله إيه آخر الجديد من جوه النادي الأهلي في موضوع اليو ديانج وتجديد اليو ديانج. وده اللي هياخدنا بقى لواحد تاني، إمام عاشور، اللي في ناس كتير بتفتي في الإعلام ويقول لك إن إمام عاشور بيطلب عقد زي زيزو والكلام ده كله. وإمام عاشور هيمدد عقده في اتفاق اوريدي مع مجلس إدارة النادي الأهلي إن هو يتعمل له عقود إعلانية ويمدد عقده ويتساوى بالفئة الأولى المميزة في النادي الأهلي. فهنشوف اليومين الجايين تجديد عقد إمام عاشور وتمديد عقد اليو ديانج. الاثنين هيمددوا عقدهم مع الأهلي علشان يمتد ل4 مواسم لاليو ديانج و5 مواسم لإمام عاشور. فدي كانت اخبار النادي الاهلي اللي موجوده معانا النهارده. هاخد بقى حاجه اخيره، هرد على خالد الغندور اللي نزل بوست وقال يا ريت النادي الاهلي ينزل لنا بقى امام عاشور، قصدي وسام ابو علي، هيتباع بكام رسمي، وينزل لنا كل التفاصيل وهيتحط في الميزانيه بتاعته كام والكلام ده كله. طيب، وفي ناس كتير ردت عليه وفي ناس كتير هاجمته والكلام ده كله. انا عايز اقول لخالد الغندور انا موافق ان النادي الاهلي ينزل كل التفاصيل الرسميه عن صفقه وسام ابو علي علشان تعرف كل الارقام اللي هيتباع بيها وسام ابو علي او الارقام اللي اشتراها الاهلي بيها من النادي الدنماركي. ولكن في نفس الوقت بقى انا بطالب خالد الغندور ونادي الزمالك وبيراميدز ان هم ينزلوا العقود بتاعتهم وكل الصفقات اللي جابوها وكل الصفقات اللي باعوها او مشيت ببلاش او مشيت بخسارة، ونشوف بقى اللعب المالي النظيف. يا استاذ خالد يا غندور، عايزين نشوف بقى الكلام ده كله. الاهلي ينزل ارقامه، الزمالك ينزل ارقامه، وبيراميدز ينزل ارقامه، ونشوف بقى في لعب مالي نظيف ولا لا. نشوف بيراميدز بيكسب كام ونشوف الزمالك بيكسب كام. النادي الاهلي يعتبر هو النادي الوحيد في مصر اللي بيكسب من وراء بيع اللعيبه والبطولات بتاعته والرعايه بتاعته. يعني لو قلت صفقات النادي الاهلي ب 10 مليون دولار في الموسم، هتلاقي النادي الاهلي عامل 20 30 مليون دولار في الموسم ده. يعني هتلاقيه كسبان الضعف او 3 اضعاف. لكن لو جيت لبيراميدز او الزمالك هتلاقي بيراميدز اصلا ما فيش دخل نهائي وبيصرف ملايين الملايين واعلى عقود لعيبه موجوده في مصر. ونادي الزمالك نفس الموضوع. علشان كده يا خالد بقى انا بضم صوتي لصوتك ان كل الانديه المصريه تقدم لنا كده العقود الرسميه بتاعت اللعيبه بتاعتها، وتقدم لنا الصفقات بتاعتها جابتها بكام ودخلهم كام والميزانيه بتاعتهم كام، علشان نشوف بقى الفضايح اللي هتطلع للعالم كله وللفيفا، ونشوف فضايح نادي بيراميدز يعني زي ما بيقولوا اللعب المالي النظيف اللي مش موجود اساسا في الدوري المصري. فانا يا خالد بطلب منك بقى تقول تطلب من نادي الزمالك ونادي بيراميدز زي ما انت طلبت من النادي الاهلي كده، ونشوف بقى ان شاء الله هيحصل ايه. وخلوكوا يعني اخر حاجه طبعا هنتكلم فيها وهي المسابقه. مسابقه الدوري المصري هتتوقع ال 11 لاعب اللي هيبتدوا للنادي الأهلي في أول مباراة في الموسم، وجوائز المسابقة 30,000 جنيه. لازم تبعتوا لنا على صفحة عمرو عاكف على انستجرام أو على الفيسبوك. هسيب لكم اللينك في أول تعليق إن شاء الله على الفيديوهات اللي جاية، وتقدروا تعملوا لنا فولو وتبعتوا لنا ال 11 لاعب، مش شرط المراكز، ابعتوا لنا أسماء ال 11 لاعب، وإن شاء الله يكون في حظ للناس إن هي تكسب معانا. وبكرة طبعا هيكون في أخبار جديدة وفي كواليس جديدة في الكرة المصرية. استنونا في حلقة جديدة في الكرة معاك.